اللي هم قدموا لنا الماتش ده. المنتخب فرنسا مش عارف يعمل بكل رجالته بكل عصابته حاجه الا هدفين بس، وهدفين زارطه، يعني جولين زارطه. نرفع القبعه، لو في قبعه كده كنت رفعتها للمغرب ولاسين بونو وعمال ركراكي وجيرو، تحس ان هو اكسبريس جميع المحطات. وعثمان ديمبلي ما تفهمش واكل كوارع النهارده ولا حكايته ايه. وعم جريزمان، مالك يا جريزمان؟ انت بتيجي هنا بس وتعمل لي مشاغب؟ مالك يا اسطى قلب لي فيها عمرو ورده ليه؟ ما تهدى كده يا عم جريزمان وتاخد لك جنب. انت يا عم ديشامب عمال يعمل لك كده والركراكي اللي لو انا منك يا عم الركراكي هضرب الحكم واطلع من البطوله وخلاص. عشان ايه؟ الواحد اتخانق من الحكم، نازل عمال يدي اي جيرو يقع انذار لبتاع المغرب، هرنانديز يقع انذار لبتاع المغرب، جعفر يقع انذار لبتاع المغرب. بتوع المغرب كلهم عمالين يتضربوا في رجليهم وفي واللي اتضرب في راسه ومفيش ولا اي انذار من الحاجة. يا عم الحكم، انت لو عامر حسين معينك ما كنتش هتبقى كده. لو كابتن ابراهيم نور الدين وحكم ساحة ما كانش ده كله حصل برضه. وعمالين نتريق بقى على الحكام بتاعت مصر والفار. ومفيش فار عندكم يا جدعان ولا ايه؟ ولا عشان مايكرون بعت في المدرجات مش عايزين تزعلوه؟ ليه يا عم الحكم مالك انت؟ انتوا بيتكوا فين؟ يالا انت في الشانزليزيه قاعد ولا انت قاعد فين؟ انا شاكك فيك. يا جدعان طبعا بيلعب فرنسا بطل العالم، وحلو ان هو بيقاتل على الكوره وعامل 3 4 هجمات خطره. وعم لوريس مش عارف عامل لي فيها ابو جبل النهارده ليه، وعمال يصد ويطلع وحرمنا من جون عالمي باكورد. يا عم لوريس ما تهدى انت والمدافعين بتوعك. الواد الاسود ده بتاع الريال مالك؟ يالا انت زي كامافينجا ولا انت عامل فيها مين يالا؟ وطبعا بقى عم ياسين بونو عمال كده في كورتين تلاته كان عمال يهزر كده، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. فعشان احنا بنحبك وعايزين نتمنى لك التوفيق وعايزين الدنيا كده تبقى حلوه معاكوا. بيقاتل على الكوره، منتخب بيقاتل على الكوره، منتخب طلع منتخبات كتير قويه. ما تحلمش ان منتخب عربي كان يلعب في النص النهائي. عمل كل الأعظمة دي، كل الناس وكل العرب وكل أفريقيا تفتخر بيه كمنتخب. منتخب يا جماعة وصل نص نهائي وبيجاري منتخب كسبان كاس عالم، وفي لعيبة بوابير ما بيتعبوش. ماشي انت يا عم جريزمان تفهمش انت كنت ايه النهارده؟ عامل لي فيها شغلباز وعفريت كده في الملعب، ولوريس بيضيع وقته وعامل لي فيها الهاني سليمان. وشويه شويه والحكم هيقلب على ابراهيم نور الدين. ده كان اوسخ من ابراهيم نور الدين. انا اول مره اشوف حكم يا جماعه اسمه سيزر. انت سيزر انت جاي منين يا عم سيزر انت؟ انا اعرف سيزر اسبريكويتا، اعرف سيزر بتاع القرد، انما انت سيزر ده راموس ده ما اعرفكش الصراحه، اول مره اشوفك. عم ركركه طبعا كده انت قضيت على عبد الرزاق حمد الله. هو طبعا نزل ما عرفش حتى يمد رجله ويجيب جون. وعم لورز برضه عمال يتصدى. وزرزوري عامل لي فيها احمد ابو الفتوح، عمال لي فيها ميسي ونيمار في بعض وعايز يعدي. معلش يا عم الزرزوري، احمد ابو الفتوح عملها قبلك ولما ايه لعيبه سموحه كلهم وجاب جون عالمي. فانت معلش يا عم الزرزوري. فمنتخب المغرب يا جماعه طلع من فرنسا. فرحه برضه والعياط العياط لما تطلع من فرنسا احسن لما تعيط وتطلع من السنغال. ولا ايه؟ من انتوا مش معانا؟ فانتوا يا جماهير المغرب بتعيطوا ليه؟ ما تعيطوش، ده دي كوره، دي اول حاجه. مش عايزينكم تعيطوا ولا تزعلوا، ده انتوا طالعين من فرنسا ونص نهائي يعني، وقدمتوا مباراة حلوة واحرجتوا منتخب فرنسا بطل العالم بلعبته العفاية التقال اللي ما فيش زيهم. العيال العفاية ايه مش تفهمش ضاربين ايه على الصبح واكلين بصلتين. مالكوا يا جدعان؟ مش عارف قلبين على الباتشينو النهارده ليه كده؟ فمليون تحية للشعب المغربي وهارد لك لجمهور المغرب. ومنتخب المغرب قدم مباراة وفخر لكل العرب وفخر الكرة الأفريقية. المغرب شرف كل العرب. ماشي. ومنتخب فرنسا طبعا نتقابل بقى في النهاية فرنسا مع السيد معزة ونشوفكم هتعملوا انت او جريزمان وديمبلي ومبابي اللي عمال يعديله وعامل لي فيها بيلعب في عزبة الصفيح. هنشوف اللي هيحصل في النهائي.